دليلة نجاح هي اللي وصلت بالشكاوى مع المساعدة العربية اللي يعرف السيدة دليلة نجاح هي تحب اللغة العربية ولكن عندها إمكانيات محدودة. أنا اللي راح نتكفل بالله. السيد معالي وزير الثقافة عز الدين الهودي، السادة الضيوف الأعزاء، الكاتبات والكتاب، الأسرة الإعلامية، الحضور الكريم، مرحبا بكم، مرحبا للسون، bienvenue. اسمحوا لي أن أتقدم بجزيل الشكر إلى معالي وزير الثقافة على تشريفه لنا في هذه التظاهرة الهامة التي نحيي فيها ذكرى الأديبة الراحلة يمين مشاكا، ونشكره أيضا على الثقة التي منحنا إياها من أجل رفع راية الثقافة الجزائرية. والشكر موصول للسيدة الفاضلة دليلة نجاح التي أنوب عنها بعد إذنكم في قراءة هذا النص. إن هذا الحدث الثقافي الأدبي الهام المعرب بصيغة الأنثى والمتوج بتاء التأنيث يرمي إلى إعلاء الصوت النسوي ونزع غلالات الخطر والتهميش عنه. إن حضورنا اليوم لتقديم هذه الجائزة الأدبية يأتي نتيجة للأيام الأدبية التي نظمناها في الفاتح والثاني سبتمبر 2018 في المكتبة الوطنية، وحضر فيها كاتبات وناشرات وعاملات في مجال صناعة الكتاب. تناقشنا وتبادلنا التجارب وطرحنا رؤاهن في المجال الأدبي. إن ما يميز هذا الحدث الوطني الذي يجمعنا اليوم هو تكريسه لإبداعات مؤلفات في اللغات الثلاث العربية والأمازيغية والفرنسية، إضافة إلى أن أعضاء لجنة التحكيم فيه تتألف من أسماء بارزة على الساحة الأدبية والأكاديمية. إلا أن الميزة الكبرى لهذا الحدث تتمثل في أن مشاركة الكاتبات لا تقتصر على من يقطن في التراب الوطني، بل طالت أخريات يعيشن في مناطق أخرى من العالم. طموحنا لهذه الجائزة التي أخذتها بها رسميا هو أن لا تبقى حدثا عابرا لا يتكرر، ونضرب لكم موعدا في طبعة أخرى تليها طبعات. وأخيرا لا يسعنا إلا أن نتوجه بأصدق عبارات التشجيع لكل المشاركات، من فاز منهن ومن ستذوقنا طعم الفوز في المستقبل. نشكركم جميعا ونرحب بكل مقترحاتكم التي ترمي إلى تحسين الجانب التنظيمي لهذا الحدث. طاب مساءكم وأوقات طيبة نرجوها لكم. شكرا.